السلام عليكم الزينات، كي راكم دايرين؟ صافا لاباس؟ غاية بخير ان شاء الله، قاعد تكونوا بخير. الوصفه لنهار اليوم الصابلي تاع الرشمه. كما راكم تلاحظوا هاد الوصفه ناجحه 100%. المبتدئات تروحوا، راني جيتكم بالوصفه كما قلت لكم ناجحه 100%. تبعوا قاع الطرق ان شاء الله لاول مره تنجح لكم. تبعوا لي غير الطرق باش كي تغلطوا ولا ماشي ما تتبعوليش الفيديو من الاول تالي ومن بعد تقولوا لي ما نجحتيش الوصفه ولا صاي. الله يخليكم تبعوا لي الفيديو خطوه بخطوه. ما تنسونيش بالجيم كومونتير اللي دخلت جديده نقولها مرحبا بك. فعلي الجرس باش كل خطره كي ندير حاجه جديده يوصلك صاي. بسم الله. عندي هنايا كما قلت لكم عندي انا كوموند. ما تبعوش، انا عطيتكم كونتيتي كبيره، نتوما نقصوا في الكونتيتي. يعني دايره 500 غرام تاع الدهان. تبعوني الشيرات 500 غرام، نتوما ديروا 250 غرام. ومن بعد كي شغل كي تنجح لكم بعد تدوا الوصفه نيشان وتجربوها وتنجح لكم بعد ضعفوا الوصفه صاي. المهم 500 غرام تاع دهان. عندي 5 حبات تاع البيض الشيرات. انا عندي البيض تاعي صغير، درت 5 حبات تاع البيض كاملين. نتوما الا كان عندكم البيض كبير ديروا 4 حبات صاي. عندي كاس تاع وليد، ديت كاس تاع المايزينا، كاس ونص تاع السكري غلاس. انا درت فيه هذيك الكيله شغل باش نعطيكم الوصفه نيشان ناجحه. نعطيتكم بالكاس تاع وليد اللي عندكم كاع في الديار. انا عندي هاد الكيله تدي غير كيما هذاك الكاس شاوله. راني نقول لك في الوصفه كي شغل بينت لك ديك الكيله تاعي هي تاع الكاس تاع وليد صاي. كاس ونص تاع سكري غلاس، كاس تاع مايزينا، كاس تاع الزيت، قرصه تاع الملح، لافاني. تبعيني نيشان باش تنجح لك صاي. هذا الوصفه تاع الصابلي ما فيهاش الفرفره. الله يخليك، راني نقول ما فيهاش الفرفره باش تجيك الوصفه ناجحه. وديك الرشمه كي ديريها كي تدخليها في الفور ما تقعد لك هي صاي. نعاود لكم الوصفه باش من باش نكون معاكم نيشان. 500 غرام تاع الدهان، كاس ونص سكر غلاس، كاس مايزينا، كاس تاع الزيت، قرصه تاع الملح، لافاني، 5 حبات تاع البيض. انا قلت لكم البيض تاعي راه صغير، نتوما ديروا 4 حبات. ضربوا الخليط تاعكم حتى تتحصلوا على خليط كريمي باش تنجح لكم الوصفه. باش العجين تاعكم من طيبوها ما تتجعدش ويقعد الرشمه تقعد هي. وكي صاي تخلطي حتى تولي لك كريمه، ضيفي الفارينه حتى تحصلي على عجينه ما تتلاصقش، تكون متماسكه. الفرفره شيرات انا في هذا الصابلي ما درتش الفرفره صاي. كما قلت لكم تحصلوا على عجينه متماسكه ما تجيش تتلاصق كيما راكم تلاحظوا في الصوره صاي. نقضبوا العجين تاعي، ندير طواصيري، نحل العجين تاعي ونجيب هذا الرشمه كيما راكم تلاحظوا. الشيرات نعطيكم نصيحه، دروا شويه فرينه فوق العجين تاعكم باش كي تطبعوا داك الطابع ما يلصق لكمش، باش العجين ما تلصقش في الطابع صاي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. مع الاول غطست غير الطابع تاعي في الفارينه وقعدت نطبع بصح شويه يغبن شويه. المبتدئات رشوا شويه فرينه فوق الصابلي تاعكم وقعدوا تطبعوا. جيبوا على شكل دائره كيما هكا. انا راني نطبع ونجيب كاش حاجه هكا ثقب على شكل ثقبه كيما هكا وتشكلوها. كاين طابع اللي فيه هاد الجهه نورمال وجهه فيها ديك الثقبه. انا راه ما راش عندي نخدم بهذا المول صاي. وكيما راكي تلاحظين نطبعوا ونكمل كاع العجين تاعي نطبعه ونديره في الفور نحمره غايه. ما تمشي تدخليه في الفور ومن بعد ينحرق لك ولا خليه طيبيه لغايه يدي ديك التحميره غايه باش كي تديري له ديك الكونفيتير وكاع. المهم الصابلي هذا ناجح 100%. وكي تاكليه يجي هشيش، يجي يقرمش. اللي تجرب هذا الوصفه شيرات ديروا لي كاع كومونتير بكل صراحه. المهم راكم تلاحظوا في هذه الوصفه عطيتها لكم كاع
كاع بخطواتها. تبعوا لي غير الفيديو من الاول تالي كما قلت لكم، ادوا الوصفه خطوه بخطوه باش تنجح معاكم. شوفوا استفدت كاع كما راكم تلاحظوا هاد الصابلي تاعي في السني تاعي ودخلته يطيب. شريت كما قلت لكم عندي انا 500 غرام، دارت لي 65 حبه، خاطر الحبه جايه شويه كبيره. كاين الطابع الصغير يجي يدير لكم حتى ل70 حبه. صاي شوفوا كي طيبت الصابلي تاعي بعد ما طاب، جبت الكونفيتير تاعي، دهنته كيما هكا بالكونفيتير، ندير حبه فوق حبه. من بعد جبت كونفيتير تاعي درت له لاغوم تاع الفراوله، ومن بعد خلطته ودرته في لابوش. من بعد عمرت غايه ديك الثقبه للتزيين. بغيتي ديري هاد الملاحظه، هاد النقطه، ولا ما بغيتيش تاع هاد الفوغاج، بغيتي ديري الفوغاج، المهم انتي وشا عندك وانتي شا بغيتي. صاي انا قلت لكم درت لاغوم تاع الفراوله ودرت فيه هذا التزيين كما راكي تلاحظين. المهم جا ناجح 100% وبصحة مولاتها. قلت والله جاتني كوموند عند وحده، قلت والله غير ندير فيديو للشيرات، خاطر كنت خادماته من قبل ما كانش عندي الوقت ما صورتش، بصح جاتني هذه الفرصه قلت والله غير نحطه لحباباتي ولخواتاتي وبناتي الصغارات اللي مبتدئات، المهم اللي بغات ديره مشروع ولا هذا المشروع ناجح. المهم هذه هي الوصفه لنهار اليوم. ما تنسونيش الشيرات غير بالجام، الله يخليكم، كومونتير، بارطاج، كيما راني ندير مجهود نقدم لكم في الوصفات الناجحين. ان شاء الله نتوما تاني كونوا معايا وشجعوني، ومازال وصفات ان شاء الله باذن الله. مع السلامه، تهلاو في رواحكم، نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.